كما قالت جوهره خصنا نعزيوهم في الانسانيه. وهذا يعني فعلا يعني خصنا نقدموا لهم العزاء في انهم فقدوا اخلاقهم، فقدوا حياء، فقدوا مجموعه الامور، فقدوا الرجوله، نقولها بكل صراحه. هذا التصرف هذا بين مجموعه الامور. اما التساؤل ديالهم على ردود الفعل ديالنا ولا ديال على المستوى الرسمي ولا على المستوى الاعلامي، فالمغرب معروف كيفاش كيتناول الامور، لا على المستوى الاعلامي ولا على المستوى القانوني ولا على المستوى السياسي. الامور فيها ثلاثه الامور معطيات. كان قبيله واحد الاخ معنا في اللايف ديال عبد الله القرش، وهضر على هذه الامور بواحد الشكل يعني مركز بكل صراحه. لانه لا يمكن يعني الجزائريين وخاصه النظام الجزائري ما غاضه ان المغرب تعامل مع الامر بواحد الشكل، بواحد الذكاء وبواحد القوه، خاصه بعد دخول المجلس الوطني لحقوق الانسان. ان القضيه لا يمكن ان يعني ان تمر يعني هكذا كما مرت مجموعه الامور، لان القضيه مقصوده وفيها يعني رساله لحاليا الشعب المغربي ولا الدوله المغربيه ادركت ان هذا النظام هذا بطبيعه الحال لتصريف مجموعه من المشاكل، خاصه بعد الردود اللي كما نقولوا ديال عدم دخولهم البريكس، مجموعه الامور اللي اجتمعت عندهم. وخاصه ان البيان ديال وزاره القرصنه ديال وزاره الدفاع ديالهم عندما تكلم على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني تخيل انت وزاره الدفاع تهضر على وسائل التواصل الاجتماعي لتعلم ان يعني التيك توك المغربي ولا وسائل التواصل الاجتماعي يعني قهرتهم، يعني اوجعتهم. لذلك يحاولون يعني ان يمرروا هذا الخطاب ديالهم وهذه الامور هذه. اما رد فعل المغربي، فرغم اننا ربما في الاول يعني اعترضنا وقلنا علاش وكذا، ولكن انا بكل صراحه كنقول ان المغرب يزن الامور بميزان الذهب في ردود فعله وفي تصرفاته، خاصه مع هذا النظام الارعن وهذا النظام اللي باغي واحد رد الفعل وما ما وفروش وصلوش ليه. للمغرب. وكنخليك معايا خلى عبد هكاك الله، معلم، خليني عبد ولكن الله في نفس خليك الوقت معايا على ما الكونيكسيون ديالك راه شويه. حاول الا كاين شي بليصه تبدل البليصه ندوزو عند عبد الله، من عند عبد الله لعبد الله نفس السؤال. عوض ما يتكلموا هاد الناس على مثلا بنادم اللي عنده اخلاق، عنده قيم، عنده يعني مرجعيه دينيه اسلاميه، ابناء بنو باديس وما فعل ابن باديس من اجل ارجاع الدين الى الجزائر، كنشوفوا هاد الناس كيقلبوا على رده الفعل. ما بقاوش كيتكلموا معنا على انهم راه قتله. هاد الناس قتلوا ناس كيتسناو منا ردة الفعل. علاش حنا ما جاوبناش؟ علاش الحكومه ديالنا ما عيراتش، ما سباتش؟ علاش بوريطه ما يخرجش ويثور عليهم؟ علاش الملك ما يخرجش مثلا ويقول لهم يا ايها المجرمون يا ايها القتله؟ يعني كيفاش كتقراو نتوما، بخصوص انت ولد المغرب الشرقي، يعني انت راه من الجيران ديال هاد الناس هاد. صحيح. وشوف اخويا ياسير، كاين واحد المسألة بسيطة كتتعلق بالشخصية الجزائرية، تتعلق بالشخصية الجزائرية في العلاقة ديالها مع التاريخ، في العلاقة ديالها مع الهوية، في العلاقة ديالها مع الآخر. الجزائري يعني بكل بساطة كيعيش واحد الحالة نتاع الانهزام، واحد الحالة نتاع الفشل دائمة يستحضرها في كينونته وفي وجدانه وفي حياته. دائما يحس بنفسه على أنه فاشل، ثم لينقل هذا الفشل إلى الآخرين دائما يتهم الآخر. عندهم ثلاثة تاع الكلمات. الكلمة الأولى، وهذا الكلام ليس كلامي وإنما كلام واحد المفكر جزائري سميتو دريسة بركان، يقول على أن الجزائري يستخدم ثلاث كلمات دائما ليعبر عن الفشل وليعبر عن الضعف. يستخدم كلمة مخزن، يستخدم كلمة صهيوني، ويستخدم كلمة حركي، حتى يثبت لنفسه على أن له هوية، على أنه قائد، على أن له فخر جماعي يتعلق بنفسية جماعية لمجتمع بإسره. استطاع هذا النظام على أن يؤطره، استطاع هذا النظام على أن يستخدمه ولا زال يستخدمه. وخير دليل على ذلك نداء وزارة الدفاع الجزائرية للتيك توكيين. نتكلم عن دولة تيك توكية. اليوم يمكن القول بأن دولة الجزائر دولة تيك توكية بامتياز. كيفاش النداء؟ ويمكن لنا أن نحلل ما جاء في بيان وزارة الدفاع. يقول على أنه يعني يطلب من المواطنين ومن الإعلاميين ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي
على أن لا ينجروا وراء هذه الأخبار المغرضة التي تمس بالصورة المشرفة للجيش الوطني. هذا خير دليل على أن الإعلام ديالنا لم يتكلم، أولا الإعلام ديالنا لم يتكلم على هذا الحادث، السياسيين ديالنا لم يتكلموا على هذا الحديث. وهنا غادي نجي للبيان تاع المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. إذا تكلم عن الأخبار المغرضة فهو بالضرورة يعني ما تناولناه نحن على المستوى الافتراضي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثر في وزارة الدفاع بطريقة مباشرة، مما دفعها إلى أن تخرج بهذا البيان. سيطة ديال وزارة الدفاع عيطت العزوز عيطت العزوز كتبت وزارة الدفاع، كتبت العزوز وكتبت الفلان وكتبت العلان، كتقول لهم ها عن ربي دفعوا عليا، راه الصورة ديالي راها تشوه من طرف من؟ المغرب عبر قنواته الرسمية لم يشوه صورة المؤسسة العسكرية الجزائرية. إذا من يتكلم عن المؤسسة العسكرية الجزائرية؟ الذي يتكلم عنها هو نحن، ونتكلم عنها بكل أدب وبكل أخلاق. اللي بغيت نقول أخويا ياسير، وهذا مهم، راه ذكروا السي عبد الله وجده وبغينا نطرقوا له، هو بيان صادر من مؤسسة دستورية أو هيئة استشارية مغربية مستقلة، هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهذا ماذا يعني؟ يعني على أن هذه القضية سوف يتم تناولها من الجانب الحقوقي. ربما لا يمكن لنا أن ننفي على أن هناك طابع سياسي سيكون حاضرا ولو بطريقة يعني غير مباشرة، ولكن المغرب سوف يستعمل الجانب الحقوقي والذي هو حاضر والذي هو يعني مؤكد على أن يذهب بهذه القضية إلى المجال الدولي. ومن كنتكلموا على المجال الدولي، الجزائر اليوم خصها تنبه لواحد القضية، على أن أي حاجة تمس المغرب راها تمس بالمنتظم الدولي ككل، لأن المغرب استطاع أن يكسب قلوب العالم بأسره من خلال ما نسميه بالسوفت باور، من خلال هذا التعامل تاع المغربي، من خلال القيمة تاع المغربي، من خلال هذا النبوغ المغربي، من خلال هذا الأخلاق المغربية، الأعراف المغربية، التقاليد المغربية. ولذلك اليوم الجزائر قلص لها المغرب المجال تاع المناورات ديالها. ما بقاش داك الشيء بكري على ان الجزائر تمشي تكذب وتعطي الفلوس وترشي وكذا والناس تثقها. لا، المغرب استطاع ان يكسب قلوب العالم، وبالتالي اي حاجه تمس المغرب تمس العالم. الا سمحت لاخويا ياسير وسمحوا لي الاخوان بزاف، لان ما غاديش نلقاو شي لايف احسن من هذا باش غادي نقراو هذا البيان. الا سمحت لي. تفضل. مهم. نعم. الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان: فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية انتهاك للحق في الحياة ومس صارخ وخطير بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها. تبعا لفاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية التي استعملت فيها قوات خطر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربيين والمس بحقهما في الحياة. جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، ومس خطيرا بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث لا زال في غرفة الإنعاش بوجدة، واعتقال شاب مغربي تقررت إدانته ب18 شهرا. قام وفد يضم السيد محمد العمارتي رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري بتكليف من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميع المعطيات والاستماع للناجي السيد محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية السيد بلال قيسي الذي وري جثمانه الثراء بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشور الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر،
واعتمادا على ما تم تجميعه من معطيات أولية والتقاطعات الموضوعية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدين استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خطر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط اتجاه مواطنين عزل عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. يتساءل عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيكا للحياة. يؤكد على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحرمانا تعسفيا من الحق في الحياة، وهو حق مطلق يتوجب حمايته مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها. يذكر أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى. يعتبر أن الفعل الذي ارتكبته قوات خطر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لا سيما منها مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة فاتح نوفمبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979، كما تم تعديلها في 2004، وخاصة الفصول 1 2 و3 مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982. بقي واحد 3 دقائق. يشدد على الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي ميشور في استلام جثمانه حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب. يستغرب السرعة التي طبعت محاكمة السيد إسماعيل الصنابي التي تقرر إدانته ب18 شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية. سيتابع المجلس حق الناجي السيد محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة. يسجل قرار النيابة العامة ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها. هذا ورسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق الفاجعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر من أجل العمل على تمتيع السيد إسماعيل الصنابي الموجود الرهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها وضمان سلامته الجسدية والنفسية. وسيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في كل ما يرتبط بها صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاب. وكان وفد المجلس قد تقدم باسم رئيس المجلس وأمينة العام والأمانة العامة، بغا يقولوا كافة أعضائه وأطره بواجب العزاء وخالص المواساة والدعم لأسر هذه الفاجعة والألمة. نكمل في 30 ثانية. البيان تاع وزارة الدفاع الجزائرية كان بيانا مبهما وغامضا. كيقول وقبيله قالها واحد السيد وقال بأنهم قالوا 3 تاع الدراجات مائية، بصح ما قالوش عدد الأشخاص ما قالوهاش.
بمعنى أن اليوم السيد اللي راه محتجز عندهم يمكن أن نعتبر على أنه في خطر، وأن الواجب علينا على مواقع التواصل الاجتماعي أن ننادي هذه السلطات الجزائرية التي تعتمد على التيك توك والتي هي مراقبة للتيك توك، على أن نقول لها أي شعرة ستمس من مواطننا سيتم التعامل مع الجزائر بالطريقة القانونية التي ربما ستجعل منها دولة مارقة وستصنفها ضمن الدول الإرهابية، وهذا ما نترجى. تحياتي. شكرا السي عبد الله. وكنتمنى ان اللي كانوا كيسولوا على البيان، او انا استغرب عبد الله تيقرا البيان وتيقول عن فلان عن فلان، الجمعيه الفلانيه، حقوق الانسان، واحد كيكتب لنا واش هذا هو بلاغ البيان الديوان الملكي عندكم هوس بالملكي وبالمليك يعني واش مسخط الوالدين ولا اش هاد التريكه هذه؟ سي اسعد مرحبا. انا على اساس فتحت اللايف تكمله لللايف ديالك. كبرني يا نكبرك ولا مكبرين بك احنا من شحال هذه. الله يكبر كبر لحظة مرحبا. لحظة الله يزوجك. ها قد عدنا، إنني أتألق من جديد. دقيقة يا حبوب. مرحبا بي، ألا يا مرحبا بي وبهلي وبالجمل دير حلبي يا زلمة. أرحب بكم من عند الأخ ياسر. والله طلع التوقيف مؤقت 4 سبتمبر، واليوم 4 سبتمبر. كيف الحال إن شاء الله؟ والله الحمد لله منور. الحمد لله. أنا أحيي الأخ القرش. والله طلعتك 3 مرات وتسقط، في كل مرة تسقط للأسف الشديد. الأخت الجوهرة اليوم أبلت بلاء حسنا في اللايف ما شاء الله، وكلامها يبدو أن الخوارزمية تعودت على لهجة الجوهرة، تعودت بشكل لأنه كل أنا لا أوقف إلا إذا طلعت هي عندي أو أنا أروح عندها، لازم من الإيقاف، وهذه أصبحت لعنة لا أدري كيف أتخلص منها. كلها من تحت راسك، لكن تستاهل أمانة، تستاهل. الكلام الذي وريتي أنت أوجعتيهم اليوم وجع غير عادي. والله تخيلت نفسي لو أنني مكان واحد من هؤلاء الاثنين اللي كانوا موجودين، أو واحد من الذين سيستمعون يضربوا لك القلم على أساس أنه ويعني أنا بعد هذا اليوم اللي أنت وجهتي لهم الكلام هذاك اليوم، أنا لو واحد منهم أقسم لك بالله باطن الأرض عندي أهون لي من ظاهرها. أنا لو يذبحوني يمكن ما يلاقوا ولا قطرة دم فيني، لأنه الكلام الذي أوردتي أنت كان يعني موجع جدا للغاية. اللايف أدى الدور، وأنتوا الخير وباقي عندكم أنتوا إن شاء الله. أنا سأهدأ في هذا الحساب مؤقتا. عندي حساب جديد أنا نشرته، حطيت رابطه في الشرعي لايف في المنتدى، تروحوا تشتركوا لي فيه علشان أبدأ أنشط بالجديد، وهذا يعني لازم نهدي فيه شوية، ويعني كلما حامت الشبهات حول الحساب نجمده ونأخذ الاحتياطي إن شاء الله. الاحتياطي موجود. ما قد عنديش أساس. شوفوا أنا كان عندي صفر متابعين، الآن 400. شوفوا باقي لي 600 وادخل لايف الآن. أنا أريد 600 الآن. 600 الآن. نطلعوه 600 الآن ونمشيو ليه نكملوا فيه. أيوة، وإذا طلعت 1000 إحنا ممكن. ما شاء الله ما شاء الله. العداد شغال. تحية لك أخي ياسر، تحية للأخت الجوهرة، تحية للأخ عبد الله وفلان وحنان. الاسم هو اللي بعثتي لي أنا ديال آل الشرعي. أيوة هذا أنا رابطه بتويتر. يا حنان افتحي الميكروفون، أجرب افتحي الميكروفون. أهلا أخ أسعد. تكلمي، هدري شوية. سمعتي قلت لك راه عند ياسر مزيان. لا حول. إذا ميكروفونك عنصري مغربي. لا يشتغل إذا آل الشرعي بلاتي. أنا غادي ناخذ الصورة وغادي ندير. أيوة حط الصورة وكبرها وشيلني أنا، شيل هذه الصورة ديالي. سامحوني أنا أخذت الإدارة وأخذ راحتي أنا، وكأن اللايف لايفي. أنا ضيف عندي ياسر، تيناسة وتوناسة ومدري اسم الأخت هذه، والجوهرة وشعيب ويحيى، وكلكم ألا يا مرحبا بكم وبهلكم وبالجمال ديال حلبكم. غادي نطلعوه دابا إن شاء الله. طلع كذا في الصورة الكبيرة. وأنا كما كان أخويا ياسر. تحياتي لكم جميعا الإخوان. لحظة يلقى مالك إن شاء نعم. أنهارب.
لا لا والله ما هارب، يعني المكان الياسر دير انا وفرقه. الذي ساغادر، طيب انا الذي ساغادر لان انا خلاص. اخي القرش غير خليك، انا غادي ندير مداخله خفيفه ظريفه وغادي ننزل من بعد. مرحبا. ايوه انا سانزل، انتم خذوا راحتكم، بس حبيت اقول لكم ان الحساب رجع واكملوا انتم ما كنا بدانا فيه، خليك لانه معنا ياسر. حتى نوصلوا لل1000. ها هو، ايوه هذا الحساب الجديد، ها هو هذا الحساب الحساب اللي بغى يدخل نوصلوه دابا ل1000، وممكن نديروا فيه نقل دابا ان شاء الله، نتحولوا كاملين ليه على اساس انه يطلع. لا بنطلع ان شاء الله، بنطلع. هو سينطلق كالعاده. الخير والبركه فيكم انتم كشباب وكمتابعين. ان شاء الله. انا ياسر لن اخذ وقت الاخوه. اخ اسعد، اذا حبيبي. تكرمت ادخل بهذا الحساب الجديد لللايف تاع ياسر، ما فيش واكتب تاع ما فيش خاصيه الله، قد ما حاولت. عندوش لا سؤال. لا اكتب تعليق حتى يتسنى للاخوان انهم يديروا لك متابعه بسرعه، يعني بسهوله. الان آه. ايوه فعلا هذه فكره جيده. خليكم معي. انا وانا ندير تعليق تما، انا الان ندير يا شباب تعليق. انا بعمل تعليق على اعمل تعليق وانتم. هذا انا مكتوب، تلاقوني ساكتب لكم كلمه السر. اكتب كلمة السر اللي بتدخل بها للاكونت هذا. لا الجمل دي رحل بش، كلمة السر الجمل دي رحل بش، الجمل دي رحل بش. والله بتلاقيهم يلا كلهم بتلاقيهم كلهم بيجربوها علشان يدخلوا على ايوه الان حسابك. بيحاولوا يكتبوا. انا علقت طلع لكم شيء؟ وين لا ما ما ضاع؟ طلع ولا شيء، ما شفت ولا شيء انا. ياسر تقدر لا، هذا تيبانجلي هذا الكومونتير، ها هو راه كاين، تقدر تيبانجليه. فين هو؟ على كتب هو شي حاجة. ساكتب اسمي. اكتبها وي، عاود اكتبها اسعد باش. ساكتب اسمي، كتبت اسمي اسعد الشرعي واسمي تحته الاحتياطي. المفروض انه يطلع ياسر. مالك يا ياسر؟ جني لك، انا موجود. اسعد الشرعي احتياطي. انتبهوا والله في حسابات مزوره، انتبهوا. اقول لكم بلا امها التعليقات هذه، بيجي لك واحد مزور وشوفوا. الشباب بيعملوا تاج للحساب، يضغطوا عليه ويدخلوا. ياسر الى اللقاء. ناشر قد لي يا اخي، مع السلامه. انتم والجوهره يلا والجنة. تحياتي. مع السلامه. اذا ناخذوا الاخت حنان اللي كانت معنا. حنان مرحبا. ونفس السؤال هو علاش هاد مساخط الوالدين هادو في عوض ما القضيه فيها قتل الابرياء المغاربه داخل البلاد ديالهم، هما كيتسناو ردة الفعل ديال المغاربه. اشنو كيبان لك الاخت حنان بحكم عندك تجربه انت طويله مع الجزائريين؟ السلام عليكم والسلام على كل الحاضرين. أخي ياسر، احنا كنعرفوا بأن الجزائر سبق لها هذه مدة كبيرة، هذه واحد 4 سنين ولا 5 سنين، وهي كتحاول أنها توقف عجلة العجل السيرورة اللي غادي بها المغرب. نعم. والتطور الكبير اللي غادي به، وكانت باغا تدخل مع المغرب في حرب. هذا حاجة ما فيهاش شك، ولكن بعد الاتفاق الثلاثي اللي عملوا المغرب واللي عملته الدبلوماسيه المغربيه، ما لقاتش الجزائر بد من انها تقطع العلاقات. داكو قطعت العلاقات احاديه الطرف، ياك حنا ما قطعناش العلاقات، وهذاك احادي الطرف اللي قطعوه، هما اللي قطعوا وهما اللي سدوا الاجواء وهما اللي سدوا كل شيء. وبقات من ديما كدير مناورات ضد المغرب، عل وعسى انها تحرك المغرب وانه يرد عليها واحد الرد قوي. ولكن المغرب حنا كنعرفوا الحين كالدبلوماسيه ديالو ماشي غتجي الجزائر اللي ما عندهاش دبلوماسيه، ما عندها اصلا دوله، ما عندها حتى شي حاجه، وغتغلب المغرب في مجال الدبلوماسيه ديالو، ولا غتحاول انها تجروا الحرب. لان الا جرته الحرب، الا تجر المغرب الحرب، راه خص اي دوله كتدخل في حرب ورا واحد 30 سنه ديال التاخر. يعني داك الحجاره اللي كانوا داروها لنا في الصباط من 75 حتى ل 91 في حرب الصحراء، هي اللي كانت باغا تكررها. هكا غادا الدبلوماسيه الجزائريه، وهكا كيفكروا الجزائريين. فهمتيني اخي ياسر؟ نعم. لذلك هي
من هنا ومن هنا كتبغي دير واحد لي زاتونطا، كتبغي يعني تستفز المغرب بشتى الطرق، ولكن المغرب ما كيطيح لهاش الارض. المغرب عنده الدبلوماسيه ديالو وعنده المجال اللي هو غادي فيه، والتنميه ما يمكنش يوقفها. لذلك المغرب ما يمكنش يدخل في حرب دابا، ولكن الى بيان سور راه حنا كنلاحظوا بان جلاله الملك محمد السادس اشاك فوا كيعرض عليهم الصلح، الا ومن موراها كيدير تحيه في جوج خطابات شفناها، من موراها كيدير تحيه للقوات المسلحه الملكيه. هذا يعني اش كيعني؟ راه كل كلمه في خطاب الملك عندها الوقع ديالها. هذا كيعني ان انا كنعرض عليكم الصلح، ولكن الى كان هناك واحد الهجوم ولا شي حاجه راه كاين القوات المسلحه الملكيه اعزها الله. واخي ياسر، انا في الحق قدرني قلبي بزاف 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 بزاف، لان هاد الناس هادو عبروا على واحد الخبث وعلى واحد الحقد، لان ما كاينش شي واحد كيحتفظ بجثه انسان. السيد الاخر اللي مات الله يرحمه دفناه، ولكن ديك الام واش ما بقاتش فيهم ديك الام؟ هذيك الجثه ما جاش الذكر ديالها الجثه. علاش ما يسلموهاش دابا؟ راه 10 ايام حنا طلعنا دابا في 10 ايام، علاش ما يسلموهاش؟ كيتسناو ردة الفعل، كيتسناو ردة الفعل المغربي. حيت هادشي علاش كيسولونا ما كيعطيوناش الجواب علاش كيحتفظوا بها، لان واحد الاخ هنا تيقول لك هي جثه مجهوله الاسم. لا خويا ياسر، اخت حنان. تفضلي اختي وصال. اخوان، الجثه اللي باقا عندهم ماشي مجهوله، هما عارفينها باللي نتا عبد العالي، وتم يعني صفتو لا فوتو اللي يعني مشوهه بالرصاص، صفتوها للاب ديالو باش يتم تعريف الجثه، وهو عرف باللي هذاك ولدو، وطالبهم يعني بكل احترام ان يرجعوا الجثه يعني لعائلتها باش يتم الدفن ديالها. مي مالوروزمون ما بغاوش، يعني دخلوا في واحد لو شونتاج. وراه دابا يعني دابا الان كنت دايره واحد اللايف، راهم كانوا معايا الاخوه، قالوا لهم يعني دابا من الاحسن لي بارون ولا كوزين نتاع عبد العالي اللي هي في فرنسا، اللي استقبلوها بزاف نتاع لي زيميسيون اون فرانس، قالوا لهم دابا خاصكم تحبسوا من لي زانترفيو، الا بغيتو نعطيوكم الجثه. هذه عاد دابا، وقبل كانوا قالوا لهم الا بغيتو الجثه فخاصكم تسنيو لنا على واحد يعني واحد لاتيستاسيون باللي الجثه باللي عبد العالي ما تمش ما ماتش مقتول، مات غارق. يلا دابا مع العلم انه مضروب بالقرطاس، مع العلم انه مشوه. يعني خويا ياسر عرفت راه ضربوه في الراس لدرجه ان الضربه خرجت له عينه من الجهه الاخرى. لا حول ولا قوه الا بالله. شكون هذا اللي راه يهضر؟ شكون هذا اللي راه هذا يهضر؟ الكلب هذا طالع دابا، هذا طلع لفوق انزل الله يقلب البوك المصار ان شاء الله. نقيلاب راه عندكم في المصران الكبير، نقيلاب راه ما بقيتو تخرجوا منه والو، راه عشات فيه رتيله، ولاو يجيو يهزوكم يا مساخيط الوالدين يديوكم عندكم فاقه غذائيه. النقيلاب عندكم في المصران الغليظ فين عندكم النقيلاب؟ تحبستوا من كل شيء، حبستوا الجو، حبستوا الارض، حبستوا الحدود، حبستوا الغاز، وتحبستوا حتى من المخرج ديالكم. النقيلاب غاجيو دير النقيلاب يا بن الزرق الاخر. راه النقيلاب عندكم في المصران هو اللي عندكم، راه قلت لكم عشات لكم فيها رتيله. ما حقول عندكم المراحيض الجماعيه، لو كنتو نيت مأصلين كلو طواليطو، ولكن اش غيدير فيها داكشي علاش جمعوكم كاملين في وحده. انا نرجعوا نردوا الاخوان اللي كانوا معنا. نتمنى الاخت وصال تكون باقا معنا، لان عندي بزاف الاسئله، لانه هو هضر من اللي هضرات وصال شتي ملي كتكون يعني اللي غادي تاخذ من عندهم المعلومه. نتمنوا الاخت وصال تعاود تطلب جاست. وصال معايا.
يعني سمعتي الاخت وصال كيفاش يعني كاين داك انه من دس جالس كيتسنى حتى خديتي الكلمه. انا ما عنديش مشكل واخا يمشي هذا اللايف هذا، كملي لنا غير على، لان انت اللي عندك الاخبار على الضحيه اللي باقا في لامورغ عنهم. اكزاكتومون. دونك قلت لك مالغري انهم عارفين باللي هو مشوه، يعني مشوه، يعني الرصاصه شوهات لوجهه خويا، يعني راه ما يمكنش تشوف ديك الحاله اللي هو فيها. الله يرحمه ويوسع عليه، هو دابا راه مات شهيد. و ومع العلم انه باينه باللي رصاصه، يعني باين الفرق ما بين اخويا اللي كيموت غارق واللي كيموت مقتول. نعم ما من طبيعه ما غاديش الحال. نخبيو الحق. دونك مالغري سا مسكين الاب ديالو وقال لهم نسني غير صيفطولي. هذا كيفاش كيدير يطلع هذا؟ هادو الاتباع ديال جمهوريه العصابه، ما كنتعاملوش مع ناس يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا اخت جوهره، تفضلي. راهم يخترقوا لك اللايف يا خويا نعم خويا نعم، ياسر. يا ما عندك ما دير، اش غادي دير؟ اذا غادي نحيد هاد. يعني قدام التصريحات تاع الاخت راك تسمع فيا خويا ياسر، نعطي نعم نعم، المداخله تاعي كنسمعك بان. كنسمعك. شكرا لك على المساحه اولا، ونعزي الاخت وصال، نعزيها من قلبي، وقدام التصريحات تاعها تحشمي كاع، ما تجبري ما تقولي لا اله الا الله. صراحه ابتليت في هذا النظام اللي ولا في هذه البلاد اللي انتسب لها، ابتليت فيها. انك اوجه الحديث فيها. قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام انك لا تهدي من احببت، ان الله يهدي من يشاء. هذه رد على اللي كان معايا قبيله في اللايف ويقول لي يعني الراي تاعي ما يهمهش منا. انا راني الا هدرت واذا قلت كاش كلمه راني نوجهها لخوتي المغاربه، باش يقعد واحد البصيص تاع الامل ولو يكون غير صغير، يقعد ما يروحش على انه الجزائر كامل شينا ولا الشعب تاعها كامل شين. واخا هكذا الله يملك.